السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، صحتكم لاباس. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاع نهار اليوم وصفه بزاف هايله وبزاف رائعه وناجحه مليار بالمية. كما راكم تشوفوا جبت لكم خبز التوست المنزلي، وصفه اسفنجيه فارغ مهوي من الداخل. شوفوا تضغطوا عليه وكانه اسفنجه، النتيجه راهي قدامكم، يعني بلا ما نشرح بلا والو. شوفوا تضغطوا عليه عاود يولي لبلاصتو اسفنجه وخلاص. هذا ما نقدر نقول لكم. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوليش تضغطوا لي على هذيك الجام، ربي يحفظكم. واللي ماشي مشتركين نقول لكم اشتركوا لي في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد نتاعي. نصلوا ونسلموا على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ونبداو بسم الله على بركه الله. هنا في الغيسيبيون حطيت كاس تاع 220 مليلتر نتاع الماء دافي، زدت عليه مغرفه تاع السكر، وزدت عليه الملح. يعني ما صورتش الملح ولكن درت الملح. هنا نخلط حتى يذوب لي هذاك السكر والملح. من بعد نضيف مغرفه معمره نتاع خميرة الخبز، نغطي بلا ما نحركها بلا والو، نغطيها ونخليها هكذا حتى تشمخ هذيك الخميره وتتفاعل وتعطيني هذه النتيجه اللي راكم تشوفوا فيها، تولي لي رغوه. هنا نخلطها بالفوي كما راكم تشوفوا هذيك الخميره مع الماء. من بعد هنا نضيف حبه نتاع البيض بدرجه حراره الغرفه، يعني البيض ماشي ديروه مباشره من الثلاجه، راه يبرد لنا هذيك الخميره وما يطلع لناش، لازم يكون ديجا مجبود من قبل. هنا درت زوج مغارف كبار معمرين نتاع حليب بودره. اذا ما عندكش حليب بودره حليب غبره، عوض اللي ديري الماء ديري كاس نتاع الحليب. هذه هي، عوضي هذاك الحليب بودره بالكاس تاع الحليب. ما ديريش الماء وديري كاس تاع الحليب. هنا درت الفارينه البنات ما وزنتش. درت الفارينه درت عيني ميزان، يعني كي تحصلت على عجينه تكون تتلاصق طريه وتتلاصق في يدي، يعني ماشي تبقى طريه بزاف، تبقى تتلاصق في اليد. دوك تشوفوا القوام تاعها كيفاش داير بهذه الطريقه البنات اللي راكم تشوفوا فيها، يعني هكذا هذا هو القوام اللي تلحقوا ليه. هنا ضفت ملعقه كبيره مملوءه نتاع المارغرين. انا المارغرين استعملت لابيل. درت المارغرين وبديت ندخل فيها مليح في هذيك العجينه ونعجن فيها بيدي بالدبزه كما راكم تشوفوا حتى تدخل لي مليح هذيك المارغرين. يعني كل ما ندلك وتدخل هذيك المارغرين ريحه ترطب معنا العجينه نتاعنا. هنايا هي تبقى تتلاصق، لكن نغطي عليها شويه ونخليها ترتاح هكا 3 دقائق ولا 4. من بعد نعاود نولي ليها نطمها، يعني ما خليهاش تخمر هنا، غير ترتاح شويه برك باش من بعد تجيني سهله. كما راكم تشوفوا تبدا ترطب معايا كي ترتاح. نطمها هكذا مليح كشغل نخبطها ونعجنها في نفس الوقت. ومن بعد نخليها في الغيسيبيون. هنايا هذوك الطرف اللي راهم ما نقدروش نهبطوهم بيدنا. درت شويه تاع الفارينه، يعني قيس ملعقه صغيره تاع الفارينه وهبط بها هذوك الاطراف نتاع العجين. كما راكم تشوفوا طميت كامل هذاك العجين وحطيت العجينه نتاعي وخليتها تخمر، يعني حتى يضاعف لي الحجم نتاعها مرتين ولا 3. من بعد نجي نشوفوا واش نديروا بها. هنا بعد ما خمرت لي جبتها هنايا باش نحطها في سطح العمل ونخدموها. هنا شوفوا كيفاش خمرت، الله الله. نحطها كما قلت لكم فوق سطح العمل، نرش لها دائما هذاك السطح الاملس نديروه للتحت هكذا باش يجينا الوجه نتاع الخبز التوست تاعنا شباب. درت شويه تاع الفارينه، يعني ماشي حاجه، شويه برك باش ما تلصقليش في سطح العمل. ومن بعد نحلها على شكل مستطيل، يعني على شكل المول اللي رايحه ندير فيه. يعني انت قيسي بالعرض تاع المول القيس تاعو هذاك خليه. من بعد حليتها على شكل مستطيل طويل كما راكم تشوفوا، وكيت هذا هو القيس نتاع المول. خليتها دنيتها شويه مليح مستطيل هكا رقيق. من بعد نبدا نلف فيها كي شغل راح نلف الخبز بهذه الطريقه، ونضغط ونزير على العجينه، نجبد اللور ونزير على العجينه مليح هكذا. من بعد كي نكمل نغلق هذوك الاطراف بهذه الطريقه، الجهه منا ومن هنا نقلبها هذيك الجهه اللي غلقنا عليها نزير عليها بصبعتيه باش تغلق مليح. دهنت المول تاعي مع انه ما يلصقش، ولكن كان عندي شويه مارغرين كنت استعملت من قبل في البانسو، درتها في المول. من بعد حطيت هذاك الرول تاع الخبز نتاعي وضغطت عليه مليح باش ياخذ لي الشكل نتاع المول بهذه الطريقه. من بعد نغطيه ونخليه حتى يخمر، يعني يخمر يطلع كامل من هذاك من المول. هنا بعد ما خمر لي هاوليك هنايا
أنا كنت غطيته بالغطا هذاك نتاع الزجاج، كي طلع بقات شوية هذاك الغطا تاع الزجاج داير له هذاك الخط هذاك ما طلعش مليح. هنا ندهنو بشوية نتاع الحليب فقط، ما درت له حتى إضافة. من بعد زينته هنايا انتم التزيين يبقى اختياري، تحبوا ديروا سانوج وحدو، تحبوا تخلطوا جلجلان وسانوج وديروه من الفوق، تحبوا ديروا خطوط كيما درت أنا. يعني هنايا أنايا درت خطوط بهذا الشكل تاع خط جلجلان وخط تاع سانوج، وتحصلت على هذا الشكل الجميل ولا هذا الوجه الجميل. الفرن تاعي راهو يسخن، نروح نديه نحطه ونخليه يطيب حتى نشوفه أحمر من كل جهة، يعني من الفوق من الجوانب من التحت، بأنه المول تاع الزجاج راح يبان لي كيفاش يطيب. هنا شوفوا راهو يابس، مازال ما طراش معانا، نغطيه بطرشون بهذه الطريقة. من بعد نضيف له من الفوق كيس بلاستيكي هكذا حتى يطرى معانا الخبز نتاعنا، يعني نخلوه وقت حتى يدفى شوية يبرد، ومن بعد نجو نشوفوه كيفاش رجع معانا. هنا بعد ما طرالي غطيته طرالي وبرد تماما، يعني برد ما بقاش دافي، نحيته هكذا ديموليتو، شوفوا ما يلصق ما والو، وخرج بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه ما شاء الله اسفنجي ورائع جدا. يعني طموه ما شغل ما كاش اسفنجة حقيقية. شوفوا كي نطموه كيفاش يولي ما شاء الله. هنا البنات أنا كي قطعتو كي جيت رايحة نقطعو غلقت الكاميرا، رحت جبت السكين باش نقطع الخبز نتاعي. من بعد كي رجعت نسيت الكاميرا مغلوقة حتى قطعتو كملت وخلاص خلاص باش فقت بلي الكاميرا راهي مغلوقة. المهم هنا بعد ما قطعتو هذا هو شكله، شوفوا كيفاش راهو الله يبارك ما شاء الله مفشفش، وجاي فيه هذاك معمر بالثقوب بالداخل وإسفنجي كيما قلت لكم، تضغطوا عليه ما يعاود يولي لبلاصتو، يعني ما معجن ما والو، وصفة ناجحة مليار بالمية. اللي وصلت هنا معايا وما دارتليش الجام نقول لك حبيبتي ديري لي هذيك الجام، فرحيني بها باش يطلع لي الفيديو ويشوفوه الناس ويوصل لأكبر عدد من المتتبعين، يعني المحتوى نظيف ويسهل منكم الدعم. نشكركم جميعا اللي راكم تشاهدوا لي في هذه الوصفات، وراكم تحطوا لي تعليقات شابة تفرحوني بها، ربي يفرحكم. شجعوني باش نشجع ونحط لكم المزيد إن شاء الله. وصفة تستاهل منكم التجربة، ناجحة مليار بالمية. شوفوا كي نقسموا معاكم كيفاش ما شاء الله رائع جدا وهشيش. تستعملوه وين ما تحبوا لولادكم، للمجة بالمعجون بالشوكولاتة خطيني، يعني ما شاء الله وصفة رائعة. شكرا لكم جميعا حبيبتي، نلتقي إن شاء الله في فيديوهات قادمة بإذن الله تعالى. مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.